السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي سوب سهلة وبسيطة وبدون لحوم. تابعوا معايا الوصفة للأخير باش تكتشفوا معايا الوصفة، واللي مش مشترك في القناة نتمنى أنه يشترك ويفعل الجرس ويدير لنا تعليق تشجيعا لي فقط. الآن نروحوا إلى المقادير. عندي هنايا عدس أحمر حوالي كوب. عندي هنايا قطعتين يعني حبتين جزر مقطعة بهذا الشكل، ولا تقطعوها كما تحبوا. عندي هنايا القليل من البصل فقط حوالي ربع حبة بصل. عندي هنايا حبتين صغار من طماطم او حبة طماطم. وعندي هنايا 4 فصوص تاع ثوم. وعندي هنايا زبدة وزيت. في كسرونة نديرو الزيت والزبدة واللي هي ما حبتش دير الزيت يعني والزبدة تعوضهم بالزيت زيتون باش تكون صحية، يعني كل الوصفة كامل تعود صحية. ونضيف هنايا البصل مع الزيت والزبدة. والثوم. ونروحو نديوهم يتقلاو على نار متوسطة. خليهم يتقلاو شوية ونضيفوا الملح وفلفل اسود، القليل فقط من الفلفل الاسود. واللي ما حبش يدير فلفل اسود يقدر يستغنى عليه، لانه كاين بعض الاشخاص يضرهم الفلفل الاسود. هو صح من المستحسن انه الواحد ينقص من الفلفل الاسود لانه يضر في المعدة. والان خليهم يتقلاو شوية. ومن بعد نضيفوا باقي المكونات. وهنا بعد ما تقلات لنا شويه نضيفوا الطماطم، ومع الطماطم هنا راح نضيفوا باقي التوابل كيما سكنجبير، كيما راس الحانوت، كركم والزعترة. يعني اي توابل بغيتوا تضيفوها ضيفوها. انا هنايا ضفت هذه التوابل وما درتش يعني فلفل احمر، فضلت اني ما نديروش. واللي حب الحار يدير فلفل احمر حار او يضيف حبه تاع فلفل حار. كما قلت لكم هنايا ضفت راس الحانوت، كمون، سكنجبير، كركم، زعترة، قليل فقط من الزعترة مش بزاف، لانه الزعترة تعطيكم واحد الجو هك في الماكله بنينه. انا نضيفها في البيتزا، لاصوص تاع البيتزا، وفي عجينه البيتزا. هنايا عندي الجزر، نضيف الجزر يتقلى شويه مع المكونات، مع البصل والطماطم، توابل باش تدخل فيها التوابل. خليهم يتقلاو شويه برك. ومن بعد هنا نجيو نمرقوا بماء يكون سخون. ونخليو حتى الزروديه طيب لنا شويه، يعني طيب بنصف نص طياب. ومن بعد نجيو باش نضيفوا
عدس الاحمر، لانه العدس الاحمر يطيب ليه. قيس ما تحطيه، تخليه مامبا 2 دقائق 3 دقائق تلقيه طاب. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا راهو طاب، راح زبده، طاب يعني جا رائع. فوالا هذه هنايا بعد ما طاب نطفي عليه. انا راني نتاكد اذا الزروديه طابت، اكيد يعني تكون طابت، باش كي نرحيه يعني ما يخلي لنا حتى تعود لنا سوب سما مرحيه مليح. فوالا هنايا بعد ما برد، يعني بردت شويه فقط، كنت مزروبه للتصوير عليها، من المستحسن انكم تخلوه يبرد. هنا راح نضيف مثلثات تاع الجبن، ضيفوا قد ما تحبوا يعني. الجبن راح يعطينا ذوق اخر هاد لاصوب، راح يزيد لها بنه. وهنا تميكسيوه بالبراميكسور ولا اي خلاط اللي عندكم سما المتوفر، ترحيوها بيان. واللي جاتو عاقده بزاف يقدر يضيف الماء، اللي ما يحبهاش تكون عاقده بزاف. فوالا هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم وتجربوها وتنال اعجابكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.